السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف يتعاد علينا الايام بخير يا رب كده، ويا ربنا يكرمكم ويوسع عليكم، ويا اللهم بلغنا رمضان لفاقدين والمفقودين ان شاء الله باذن الله. النهارده جايه اتكلم معاكم عن موضوع بسيط، وهو موضوع مصروف البيت. مصروف البيت يا جماعة موضوع مهم جدا جدا. قبل ما تبدأي تعملي اي ميزانية لازم الاول تشوفي مصروف بيتك قد ايه. تمام؟ يعني ايه مصروف البيت؟ تيجي نقول تعريف مصروف البيت، هو عباره عن مبلغ بتاخديه من جوزك كل اول شهر. مبلغ بقى 5 6 3 4، ده اللي بنقدر نمشي بيه طول الشهر. طيب، عندنا مصروف البيت. مصروف البيت اول ما بنمسكه بنبدا نطلع الالتزامات زي الايجار والغاز والميه والكهرباء. دول 4 حاجات مهمين جدا. تاني حاجه، لو في الايام العاديه طبعا مش هنطلع بقى الدروس، مصاريف الدروس. في ايام الدراسه زي الايام اللي احنا فيها ديت هنطلع مصاريف الدروس ومصاريف المدرسه ومصاريف الحضانه. بقيه المصروف البيت هنبدا نطلع منه اللي هي الاكل والشرب. الاكل، كل اللي انا قلت لكم عليهم دول اسمهم التزامات اساسيه. الالتزامات الاساسيه زي الايجار والكهرباء والميه والغاز. طيب، احنا دلوقتي وصلنا لمرحله الاكل والشرب. لازم اهم حاجه تبقى موجوده عندك هي الخزين، سواء هتجيبيه بالشهر او بالاسبوع. الخزين اللي هو الرز والدقيق والزيت والسمنه والسكر. ال5 حاجات دول، دقيق ورز وسمنه وزيت وسكر، لازم يكون موجودين عندك في البيت. طيب، مصروف البيت اخده بالشهر، اجيب حاجتي بالشهر ولا اجيب حاجتي بالاسبوع؟ بصي، حسب التجربه بتاعتك. يعني انا مش هقول لك لا ده الشهر احسن، ما يمكن الشهر ينفع معايا انا وما ينفعش معاكي انت. حسب المبلغ اللي انت بتاخديه. طيب، انا ايه مميزات ان انا اجيب حاجتي بالشهر ومميزات ان انا اجيب حاجتي بالاسبوع؟ انا لما بجيب حاجتي بالشهر، انا يعني كسمر لما بجيب حاجتي بالشهر ما بضطرش ان انا انزل طول الشهر اجيب اي حاجه. تمام؟ من مكرونه بقى لزيت لسمنه لسكر لبهارات، كل اللي بنزل اجيبه بس هو السوق، اللي هو الخضار والفاكهه والسمك كل اسبوع. الفراخ واللحمه انا بجيبها بالشهر، لحمه مفرومه، فراخ. طبعا الرز بنجيبه بالشهر، والدقيق لازم الدقيق يبقى موجود معاكي. وطبعا في ايام المدارس دول انا نويت ان شاء الله ان انا اعمل لهم ايه، يعني اعمل لهم حاجات في البيت اكتر من الاول. زي الفول، جبت النهارده نص كيلو فول وانا في السوق، كان عامل 20 جنيه. وجبت كمان نص كيلو فول مجروش من بتاع الطعميه، برده كان عامل 20 جنيه. عشان حبايبي اللي بيطلعوا يقولوا انت بتجيبي الاسعار دي منين، انا بجيبها من عندي، من البلد، من عندي. ممكن عندك انت في بلدك او في بلدك تفرق الاسعار، اذا كانت السعر بيختلف من محل لمحل، مش هيختلف من بلد لبلد، فرق بقى 10 جنيه ولا 5 جنيه. فالاسعار اللي انا بقول لكم عليها ديت انا بشتري بيها كست بيت، وما يعني ما بحورش في الكلمه او كده، ما بغيرش كلامي، عشان مش انتوا اللي يعني مش انت اللي هتحاسبني على كلام، ربنا اللي هيحاسبني. آه فزي ما قلت لكم كده لازم نجيب الاساسيات الاول او الالتزامات الاول. طيب، هتقسمي مصروف شهرك لو انت مصروف البيت. لو انت بالاسبوع هتطلعي الالتزامات الاول. في ايام المدارس هتطلعي الالتزامات بتاعه المدارس. طبعا بعيد عن الجمعيات وعن الاقساط، دي بيتخصص لها مبلغ معين. الجمعيات والديون والاقساط دي بتخصص لها مبلغ معين، بعيد عن الاكل والشرب وكمان الالتزامات الاساسيه. الكهرباء كلنا دلوقتي بقى انا عداد بالكارت، فاحنا بنشحن مثلا كل اسبوع او كل 10 ايام او كل 3 ايام حسب ما انت بتقدري تشحني. بتخصصي كل، يعني لو هتمشي بالاسبوع بتخصصي كل اسبوع ظرف فيه مبلغ تقدري تمشي بيه. تمام؟ بس اللي لازم تجيبيه بالشهر، اللي انا يعني بنصحك بيه كاختي، يعني ان انت تجيبي الخزين بالشهر، عشان الدقيق والرز والحاجات ديت لما تبقى متوفره عندك في البيت. لو انت هتعملي اي اكل مش ما فيش لحمه ولا فراخ ولا كده، فالرز هيسد والمكرونه هتسد والكلام ده كله. وانا قلت لكم قبل كده ان المكرونه الفرط حلوه وجميله جدا. كمان من احسن الحاجات ان انت تبداي بيها تعملي مصروف بيتك هي الميزانيه والقلم والورقه، او الاجنده بتاعتك طبعا لما بتفرقكيش. هي ديت اللي من ناحيه هتعملي ميزانيه تمشي عليها، ومن ناحيه هتقدري توفري وهتبداي ان انت يعني تلتزمي بالاساسيات بتاعه التوفير. اصلا احنا هدفنا من الميزانيات ان احنا نقدر بعد ما نطلع كل التزاماتنا من اكل وشرب يا جماعه، لازم ان احنا نطلع عباره عن 10% توفير. تمام؟ حابه ان انت بقى تستثمرون في ذهب، حابه ان انت تستثمرون في مشروع بعد كده، هم احسن من الجمعيه ان انت تحوشيهم او ان انت
ما تصرفهمش، ويبقى عندك اراده كده وتحدي ان انت تقدري تجيبي بيهم حاجه كويسه تنفعك بعد كده. وزي ما قلت لك في فيديوهات قبل كده، القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود. فالنهارده انا كنت حبيت ان انا اقول لك الكلمتين دول. وما تنسيش حبيبتي الاشتراك في القناه، ودعوه حلوه ليكي، من دعوه حلوه منك ليا، وربنا يصلح حالي وحالكم يا رب ويبارك لي فيكم. ان شاء الله قناتي مش هتكبر الا بيكم. والله العظيم كومنتاتكم بتفرحني جدا، ولايكاتكم واشتراكاتكم، ربنا يخليكم ليا، انتوا اهل الخير والكرم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. واي فيديو حابين ان انا اعمله يا ريت تكتبوه لي تحت في التعليقات. مع الف سلامه، اشوفكم في فيديو جديد.